بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، إليكم أغلى 10 صفقات في العالم. أتلتيكو مدريد صاحب أغلى صفقة في هذا الموسم، حيث تعاقد مع الأرجنتين جوليان ألفاريز في صفقة بلغت 75 مليون يورو قادما من مانشستر سيتي. في المركز الثاني دومينيك سولانغي الذي انتقل من بورنموث إلى توتنهام في صفقة بلغت 64.3 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي. ليني يورو في المركز الثالث ب62 مليون يورو من ليل إلى مانشستر يونايتد. بيدرو نيتو في المركز الرابع ب60 مليون يورو من وولفرهامبتون إلى تشيلسي. في المركز الخامس موسى ديابي من استون فيلا إلى الاتحاد السعودي ب60 مليون يورو. في المركز السادس أمادو نانا ب59.3 مليون يورو قادما من إيفرتون إلى استون فيلا. مايكل أوليسي في المركز السابع ب53 مليون يورو قادما من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ الألماني. جواو فيليكس في المركز الثامن ب52 مليون يورو قادما من أتلتيكو مدريد إلى نادي تشيلسي. دوغلاس لويز في المركز التاسع ب51.5 مليون يورو قادما من استون فيلا إلى جوفنتوس الإيطالي. وفي المركز العاشر جواو بالينيا ب51 مليون يورو قادما من فولهام إلى بايرن ميونخ الألماني.